تعرف ان انت بتكتب algorithms وانت مش عارف؟ كلنا بنعمل كده. بس كلنا برضو بنتخض جدا من كلمة algorithm، نقول انا هكتب algorithm، انا بكتب algorithm ازاي؟ وانا نفسي اذاكر algorithms ونفسي اعرف algorithms، وكلمة معقربة جدا وكلمة يعني فظيعة في عالم السوفت وير، تحس انها حاجة كبيرة، انما في الحقيقة هي مش حاجة كبيرة قوي ولا حاجة. اصلا الالجوريزم المقصود بيها هي الخطوات اللي انت بتاخدها علشان تحل مشكلة معينة. يبقى اي كود انت بتكتبه علشان يحل مشكلة بتواجهك يعتبر الجوريزم، هي طريقة التفكير بتاعتك. هل في الجوريزم صح والجوريزم غلط؟ لا، هو كل واحد ليه طريقة تفكيره، فبالتالي كل واحد بيطلع الالجوريزم بتاعه. في بقى الجوريزم بيكون طويل، الجوريزم بيكون قصير، واحد بيوفر في الميموري، واحد بيوفر في السبيد، بس في النهاية كلها الجوريزمز وكلها طرق تفكير. الالجوريزمز بقى اللي مزهقنا بيها دي كل الحكاية انها حلول لمشاكل كانت موجودة قبل كده، وفي الغالب هتلاقي نفسك بتواجهها، فبالتالي اتعملت الالجوريزمز واتسمت باسماء العلماء او باسماء الفكرة بتاعتها اللي بتحل المشكلة المعينة دي. هل انت لازم تكون عارف كل الالجوريزمز؟ لا، بس مهم انك تقرا عنهم وتفهمهم. جايز جدا يكون فيهم الجوريزم بيحل مشكلة من مشاكلك وبطريقة اوبتيمم، وبالتالي هتوفر عليك في الوقت والمجهود وكمان في السرعه والميموري وفي حاجات كتيره جدا. طيب اشهر الالجوريزمز بقى اللي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في السورتنج، في السيرش، بتستخدم في الحاجات اللي هي المشاكل الكومن الكبيره. يبقى ما تخضش من كلمه الجوريزم، لان انت جامد جدا وبتكتب الجوريزم.